وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فأكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء. يا رب بالمصطفى المختار من مضر شفيه أمته في البدو والحدر عليه سل بتسليم بلا حدد في الآل والصحب وعصمنا من الضار. خذ أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يستو من البشر وتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن لو انتموا والتجد بالصفي والدرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أسد يضب عن الله وعن كتاب الله وعن رسول الله وعن الإسلام وعن جند الله الغالبين وعن حزب الله المفلحين. يا موجد الأغراض والأحراض يا موجم الأعيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقل بغير ذاتي ما عليها يثقل على الذي قد ساس الأهداء لغير نحوي وكفاني الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلغ في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وتنتهي الأبيات لشفاء وتنتهي الأبيات لشفاء وخذ لي البقاء والصفاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنزل الضنا والدواء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من حيث مس ومرض يبرأ بلا بطن وفاسد الغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم ولا يوسعد ذوي الحلائق ما احتاج ذو الأجسام للشفاء. هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا حون المجيب الداعي واشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بهم رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمه معنا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم. وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا. وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تهاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر. واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر
على بلائك لذرف يذهب قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أخبرهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الهيوب وأخرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سمعاتهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وكفهم منا أذى وضيرا واخرنا بحبهم لوجهك واخرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا لا خيبة تفضلا فنهضا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسل ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تكابر ولا تباخذ ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيامة بجاه خير ما شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله مع سعاد الكرماء ما أفلح المشهور بالدعاء وعافي المريض بالاستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح واخلصا تنم شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنصر بها علي بركات ذلك القول وتهيئني وتطهر لي به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حسنا من أصولك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو عملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا وكاني حفيظ قاهر جل مانه جميع الأذى والخير لليوم طائه أجارني القهار من جملة العداء وخانتهم أرماهم والمدافع له جل كلي وهو ربي وحافظي به ينتفي هن البلاء والوقائه له سرت عبدا والمقفى وسيلتي وأصحابه أسد الأهادي أطاره هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دهرا لغير قواته
حليم حكيم خدماني بحكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعات عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رابه نجاتي وإنجائي وهو استقامة وحاولها بالله والقلب قانه إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني سرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى دسم الهدى من الجود ينفي الفقر والسيف قاتهم إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماهي مع الرسل والملاك من الواحد القهار من هو مانع سلام على الماهي مع الرسل والملاك من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي بفضله وجوده وكرمه وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وبجاه من قال فيه مطاع ثم أمين عليه السلام وبجاه كل من له جاه عنده تبارك وتعالى بركات قوله تبارك وتعالى ويعلمكم الله وجهت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب وجهت وجهي بتفسير الكتاب لمن كفاني الحساب والعتاب يقول للعليم والخبير تعليم من تدبير علمني الكتاب والغيوب كما كفيتني اللعين والغيوب لقنتني يا مالك الألفاظ وبي ترقي حسبك الوفاسا لقنتني يا مالك المانيا يا من كفاني جند المعاليا ملكتني المصاحف المصححة يا خير من أبى الهدى وسحى كرمتني بذكرك الحكيم وقلت لي التقديم بالتحكيم محوت ظلمي لا ألاقي ظالما ولست عنه ذنبا أو مظالما أغنيتني بسعة عن مرضي وللجنان كنت لي بغردي لست ثناءك إلهي أوصي يا باقيا قد كنت لي يا مرسي لك الثناء والحمد قلت سرمدا مسليا على النبي أحمدا وكتب له في كل ما مني صدر بشارة بلا سن ولا كدر هب لي يا وهاب تفسير الكتاب بغير مكر أو عتاب أو عتاب آمين يا رب العالمين وهب لي التفسير والتأويل والتحديث هبة العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبارك لي في كليتي أبدا وفسر لي كتابه وجهت وجهي للعليم بالكتاب بعزمة مما يودي العتاب فرق بيني وبين سري من كان لي في البر ثم البر ساق المكاره لغير ذاتي باق أماني بقدر الذات ساق المفاسد لغير نحوي باق يباهي حسبه بنحوي رفع خطي الله رب العرش له وللكرسي رب الفرس لم ينو شمسك الكلي غفول ورسينو خمري أفول يفسر الكتاب لي من أنسله وكل من مال لدر عسله كتاب ربي لي يخلد البشر
ولسواي ساق 19 تنمو بشاراتي بي واجري وسانني عن الاذى والحجر انالني كتاب ربي سرا به يباهي ذو البرايا القراء بركة القرآن كله تهرت من غير رضوان وقلبي مهرت هداني الله وقاد للكتاب وليس تنحوني عدا ولا عتاب تفسيرا يتعجب منه الأولون والآخرون بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلمني تأويله ببركات قوله تبارك وتعالى ويعلمكم الله تعليما لم يسبق إلى مثله آمين يا عالم يا عليم يا علام يا من لا يخفى عليه شيء يا رب العالمين اقرأ وربك الأكرم أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان قراءة القرآن أمن من لحين ومن سخاوة ومن مكر المعين ربيع عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمانا إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبخي النجاة فلك وجوه خارج الكتاب نادرة يوم الجزاء للجميل ناصرة رب الذي يتلو الكتاب ربه من يدوم ذا سعادة مع الأمن بركة القرآن فقد ظنا خارجه يفوز حيث عنا بركة الكتاب تهمي قارئا مما من البلاء تكون تارئا كنز الكتاب ليس يفنى أبدا خارجه ليس يلاقيك أبدا إلى سوى الخارج يقصد اللحين يسوقه لغيره ترك المعين لخارج الكتاب عند المنسل في السر والحلن خير الرسل إلى الجنان دون ريب الكتاب يقود من لازمه بلا عتاب كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب ربح الذي يتلوك يا قرآن ربح فتى يغبطه الأقران من بك لا خافه الشيطان وسره الموجع والأوتان وإنه لكتاب عزيز وجه ربي لغير من بيا تعلق يلاقي الأخبياء أكرمهم ربي بأنهم مها ينجون من نقم باق قمها نباهم دنيا وأخرى نافع بما به تاتيهم المنافع نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له شقاوة إلى سواي ولي التلاوة وجه ربي لهم بالانتهاء بعد الممات كل خير يستهاب وجه ربي لهم من بالانتهاء بعد الممات كل خير يستهاب لكل من بيتعلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد بيروس يسمد وإنه من الأذى مبعد تعب ذي تعلق برسول بجاه من إليه وجه النسول أكرم ربي كل من تعلق بي وكل بأمن أطلقا بيتعلق الذين أسلموا من تناصري دون من لم يسلموا على من الله ذو الجلال باسمتي من ضرر الإدلال زاد الشياطين إلهي تردى بذكره ولي منايا سردا يقودني القرآن قودا لم يكن بخير الدار وخاد ليكن زمت صلاة وسلاما وسنا لمن به دري لخير يمتنا بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته ولا دهنا يقول لله العلي الرحمن ما سابه سبا وأمان هو الذي له وجود والقدم ما البقاء وهو حال الندم شهدت أنه الإله وحده وكنت مؤمنا إليه الوعد فجاني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام
بما سفت به لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمدا نهى لغيري جاهد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد سفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصري حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المهيمن المؤمن ما به أماني الجيران نما شهدت قدحا بالأسامي الحسنى وبالصفات القديم الأسمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.